بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده كمان جاي اكلمكم على حاجه مهمه قوي 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 قوي. موقف ممكن يكون حصل معايا، حصل معاك، حصل مع واحد صاحبك، حصل مع واحد قريبك. لازم يكون حصل مع اي حد فينا. مستشفيات الولاده. انا كان ليا واحد صاحبي بيحكي لي، اللي هو انا، ان فجاه كان نايم في امانه الله وجت المدام صحته وقالت له انا بولد، ودي لحظه ربنا ما يوريها لحد. قصه حزينه. رحت واخد بعضي واخد العيال واخد امي واخد العربيه، ايام ما كان في عربيه قبل ما تتباع عشان الظروف الاقتصاديه، ورحت جاري على المستشفى. مستشفى كبيره مهيبه، بدون ذكر اسماء، اسمها الدمرداش او عين شمس التعليمي، تبع كليه طب جامعه عين شمس. مستشفى جميله ومحترمه قوي، كنت ولدت فيها مراتي قبل كده، بس الكلام ده كان زمان من 12 سنه مثلا، 13 سنه. فقلت اروحها بقى، اللي تعرف احسن من اللي ما تعرفوش. لقيت الوضع اتغير خالص، ما شاء الله المستشفى اتطورت قوي. اتعمل جوه جراج كبير وجميل قوي، محدش بيركن فيه غير الدكاتره، فانت كلب حقير روح شوف لك اي حته حط عربيتك فيها، ده لو معاك عربيه. دخلت عند البوابه، لقيت جولف كار، الكتريك كار ما شاء الله. هتركن عربيتك في اي حته وابقى تعالى. طب حضرتك المدام هي بتولد، يعني مش هتولد، هي بتولد. فقال لي ممنوع. فخد المدام وخد البنتين، وانا جريت ادور على حته اركن فيها. واكيد كلنا عارفين ازمه الركنه في العباسيه. ربنا اكرمني ولقيت حته اركن فيها، وخدت لي حوالي ربع ساعه في ظروف زي الخرا، ورحت راجع جري على المستشفى. مراتي فين؟ البنت فين؟ الولد فين؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيحصل؟ قال لي بس البطاقه فين؟ حضرتك هي بتولد، البطاقه فين؟ قال لي لا بقى دي ولدت خلاص، هي دخلت الاستقبال، العيل نزل وجالها نزيف. طب حضرتك الحقوها. لا ما احنا عايزين البطاقه. وحضرتك انا البطاقه في العربيه واحنا جايين جري، البطاقه العربيه انا هجيب البطاقه واجي. لا احنا عايزين البطاقه. هي بتموت في نزيف، انما تجيب لنا البطاقه يا نسيبها تموت وذنبها في رقبتك انت، احنا ملناش دعوه. ازاي جاي تولد مراتك من غير بطاقه؟ فقلت لهم حاضر. رحت رايح جري وراجع جري يديهم البطاقه. قال لك لا ده احنا عايزين بطاقتها وبطاقتك، احنا ايش عرفنا انها مراتك؟ طب يا جدعان هي عندها نزيف. فقال لك لا وبعدين 900 جنيه وتيجي. حضرتك 900 جنيه ليه؟ هو انا عارف انه مش مبلغ كبير، بس لما يجي على غفله، اكيد دلوقتي بقى اغلى لان الكلام ده كان من حوالي سنه وشهرين. تمام. انا نازل جري، هو لسه الدكتوره بتاعتها قايله لنا انها لسه هتولد قدام شويه. هي الحاجات دي ليها ميعاد يا استاذ؟ 900 جنيه معكش 900 جنيه؟ فقلت له لا هتصرف. قال لي لو معكش 900 جنيه 450 جنيه وكيس بقى لبن، يعني ما كيس كيس دم. نعم. يا تدفع 450 جنيه وتدينا كيس دم من عندك، يا تدفع ال 900 جنيه وانجز، عشان المدام عندها نزيف وهتموت. انا كنت نسيت بقى. انا قلت طالما ما حدش جاب لي سيره النزيف ده يبقى هو اتحل. اتاري النزيف ما اتحلش. حاضر. رحت دافع الفلوس ورحت متبرع بالدم ورحت عامل كل حاجه. فجاه وانا الخرطوم في ايدي دخل لي اقرار كده. ايه ده يا جدعان؟ قال لك ده النزيف مش راضي يقف. احنا كل ده النص ساعه اللي فاتت ولا الساعه اللي فاتت احنا سايبينها في الاستقبال، غرقت الدنيا، ده موسخت لنا الارض. النزيف مش راضي يقف، احنا هندخلها العمليات ونشيل لها الرحم. ايه؟ ايه ما رحم مين؟ قال لك ما احنا حاولنا نوقفه هنا ما وقفش النزيف، عشان انا عارف ان فاحنا هنوديها العمليات، هنحاول نوقف النزيف. النزيف وقف خير وبركه، ما وقفش فاحنا هنشيل الرحم. يا فندم ازاي؟ ليه؟ فين؟ مش ربنا كرمك بعيل؟ خلاص امضي. ابص يا اخويا على الاقرار. لا ما انا حضرتك ابويا قال لي ما تمضيش غير لما تقرا. بقى هشوف ايه اللي مكتوب وبعد كده همضي، انا مش ممانع. هتموت، ما بقالكوا ساعه، حضرتك بقالكوا ساعه سايبينها. جت على الدقيقتين اللي انا هقرا فيهم هم اللي هيموتوها. طب سيبني اقرا بقى، وطالما هتموت هتموت مش مهم. نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والنزيف والازمه، فاحنا هنشيل الرحم ونشيل بويضات المبيض، ونشيل مش عارف جزء من المعده ولا جدار البطن. حضرتك كده لا لا ده احنا بنكتبهم لك كده حشو، مش هنشيل حاجه ان شاء الله، بس احنا يعني ايه بنحشي. اللي هي حصلت حاجه كده ولا حاجه كده يبقى احنا مأمنين نفسنا. يعني اعمل ايه؟ ما امضي عشان هي هتموت. حاضر.
مضيت. اطلع بقى اقعد بره، انت هتفضل قرفنا. طلعت. فات كتير، يجي ساعتين، اروح اسال يقول لك لسه يا استاذ. اروح اسال لسه يا استاذ. انا قلت ده قلب مفتوح، ده مش نزيف، ده في كده حاجه خطيره. ايه اللي بيحصل؟ انفعلت بقى واتعصبت واتثوركت وطلعت فلوس لله وصليت ودعيت وسجدت وشكرت وعملت كل حاجه ورحت اسال. تقريبا الفضل في الموضوع ده للمولى عز وجل بس، لاني بعد حوالي 3 ساعات رحت. قالوا لي مبروك. قلت لهم الله يبارك فيكم، خير، طمنوني ايه اللي حصل. قال لك النزيف وقف وما عملناش اي استئصال لاي حاجه. ما حضرتك بقى لنا 3 ساعات. قال لك ما احنا كنا بنوقف النزيف بقى بس نسينا نقول لك مبروك. طب الله يبارك فيكم، الحمد لله. طب هي ولدت ولا هي باضت ولا هي فقست ولا ايه الموضوع؟ قال لك لا، ده هي ولدت تمام الحمد لله، وهي دلوقتي في الإفاقة، وودينا البنت الحضانة. ليه؟ أصل البنت ما بتعيطش، ما بتاكلش، ما بترضعش. نعم. يعني عايشة ولا ميتة؟ احنا بنجرب بقى، احنا بنقلب فيها بنشوف فيها ايه، وانت وظروفك، بس ما تقلقش. ان شاء الله بقى لو الفيديو ده عجبكم انزل لكم الجزء التاني في معاناتي مع المستشفى وقصة البنت، عشان قصة البنت اطول من قصة امها. كل سنة وانتم طيبين. مع السلامة.